فترة صعبة جدا في مصر، كان ممكن مصر تضيع. ربنا وهبنا الرئيس السيسي وجمهورنا بتوقيت عصيب، فندعو للرئيس السيسي ان ربنا يوفقه ويثبت قدامه ويديله الحكمة أكتر وأكتر في القرارات اللي بياخدها. القرار دولة، عشان تدي قرار لدولة مش سهل. أنا كنت في يوم من الأيام أو فترة من الأيام زي الباشمهندسة غادة كده، أنا كنت رئيس مجلس مدينة متغمر. يعني زي ما كانوا بيضحكوا علينا كده يقول لك أنت رئيس جمهورية متغمر. عشان تدي المسؤول يدي قرار بيبقى صعب، الناس كلها شايفاه، ومنهم المعارضين اللي ممكن يفشلوا القرار ويسوقوا سمعة القرار. الرئيس السيسي بحكمته ووعيه وخبرته ربنا يبارك فيه بيدي قرارات، ومش اي حد يدي قرار. في حد يقول لك ده صاحب قرار، في واحد يقول لك سلبي. الرئيس السيسي من اصحاب القرار. ولو رجعنا بالزمن لورا سنتين ثلاثه لما اولادنا اتذبحوا في ليبيا، ما فاتش الليل اللي ما كان جايب حقهم من القرار. ما فاتش الليله اللي ما كان جايب وطيران طالع جايب حقهم. موضوع القرار ده ما هوش سهل، فاحنا لازم ندعم قرارات سياده الرئيس ونثق فيه ونثق في قيادتنا السياسيه. الحاجه الثانيه، بندعي شهداء فلسطين وربنا يرحمهم. طب صلحت لازم ندعي لشهداء فلسطين وربنا يرحمهم ويصبر اهليهم وينقذ فلسطين من اعداء ما لهمش مثيل. يعني بنشوف الفيديوهات اللي جايه من القنوات معامله وحشيه تليق. ربنا معاهم واحنا معاهم على اسمى نقطه. حاجه بقى بسيطه كده، في كده بعض الشباب المتحمس هنقول الوطني ونقول عايزين نحارب.